ممكن نقول إن دكتور أحمد نبيه مراد صانع للتغيير. المسيرة لا تتوقف، ومسيرة العلم زي ما بنقول كده من المحبرة إلى المقبرة. علوم كتيرة جدا بتخص الطب الرياضي. إيه اللي حضرتك شايفه إن هو لازم يتغير في حياة الطبيب البيطري المصري على أرض مصر؟ احنا مش محتاجين قوانين ولوائح تتغير، احنا محتاجين نرتب أولوياتنا. ده اللي دايما أنا ببقى حريص عليه، إن أنا لازم أدفع الطبيب البيطري والطلبة في المحاضرات بتاعتي إن هو لازم يستشعر بوجوده وكيانه. دكتور أحمد، ممكن تكلمنا بعد إذنك عن الطب الرياضي؟ للأسف إحنا ما عندناش معلومات كتيرة عنه. الطب الرياضي بيشمل التغذية السليمة للحصان الرياضي، بيشمل علم الأورثوبيدكس، المفاصل والأوتار والأربطة، بيشمل إزاي أنت تسكن حصان رياضي بطريقة سليمة في بيئة كويسة بمساحات كويسة. كل ده بناء على الفكرة اللي احنا عملناها. ما هي المقومات يا فندم الأساسية الموجودة في الطبيب البيطري إذا أراد أن يكون طبيب متخصص في جراحة الخيول مثلكم؟ لو وقفت عند حد معين انت كده مش هتقدر تكمل، لازم بتطور نفسك. كل طالب في كلية من كليات الطب البيطري في مصر محتاج جدا ان هو يشوف دكتور احمد نبيه مراد. الأكاديمية رويال البريطانية للتعليم عن بعد احنا خرجنا منها حوالي تقريبا فوق اكتر من 350 طالب خارج مصر، وان شاء الله باذن الرحمن في الشهور القادمه هتبدا تفعيلها داخل مصر، هتعتبر البوابه الحقيقيه لدخول الطلبه الى العلم بالتجربه الاوروبيه.